السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيت وجبت لكم اروع واحسن بسطيلات بدقيق القمح الكامل، بسطيلات بالحوت بلا حوت كيجيو رائعين. تحلفي عليهم ان الحشوة بالحوت الابيض وهي كتجي لذيذة معلكة، كيجيو بسطيلات مقرمشين وصحيين في نفس الوقت. كنتمنى انكم تجربوا وتردوا عليا الخبر لانهم ناجحين مليون بالمئة وصحيين لوليداتكم وللضيوف ديالكم. توجدوهم للفطور وكذلك الهكايا للضيوف الى جاو على غفله بلا رمضان. كنتمنى انكم تجربوا وتردوا عليا الخبر لانهم صحيين مليون بالمئة. بسطيلات بالخميره البلديه. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير. بسم الله على بركة الله. ندوزو المقادير ديال الحشوة اللي كتجي رائعة وكتجي لذيذة بزاف، وهذه هي اللي معتمدة عندي دائما، كنستعملها بزاف المرات معكم. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه الحشوه وتردوا عليا الخبر، ما غاديش تندموا عليها. غنحتاجوا جوج بصلات كبار مقطعي رقاق، غنحتاج العلبه ديال الفيرميسيل ديال الروز، انا كنستعمل ديال الروز كنديرها في المغليان. على الاقل واحد 10 ديال الدقائق كنصفيها ونقطعها بالمقص عفوا. وغنحتاج لواحد العلبه ديال الشامبينيو، غنحتاج لواحد العلبه ديال الطون اللي كنصفي ليه الزيت ديالو كنحتفظ به على جنب. وغادي نحتاج لواحد 250 غرام حتى ل 200 غرام ديال الدجاج، صدر الدجاج اللي كنغسلو جيدا وكنقطعو طريفات. غنحتاج لواحد الملعقه صغيره ديال الزعتر، واحد 2 معالق كبار من صلصه الطماطم. تقدروا تستعملوا مركز الطماطم او لا غير مطيشه وتحكوها وتصفيو لها الزريعه ديالها. غنحتاج لواحد الملعقه كبيره ديال القزبر. غنحتاج لواحد الملعقه كبيره ممتلئه من التوابل ديال البسطيله اللي كيتباع عند مستلزمات الحلويات. كتمشيو عندهم غتقولوا لي عطينا التوابل ديال البسطيله، كذلك التوابل ديال السمك. غنحتاج ملعقه صغيره منهم. دابا راه متواجدين عند مستلزمات الحلويات وكذلك عند العطار. غنحتاج واحد 250 غرام ديال الفرماج الاحمر و250 غرام ديال موتزاريلا، عفوا 150 غرام 150 غرام. وتقدروا انكم تستغنوا عليهم. غنحتاج لزيت الزيتون، بودره الثوم، الملح، الابزار، سكينجبير، وغنحتاج الكركم، وكذلك غادي نحتاج البابريكا. مهم هادو هما التوابل. غادي نعطيكم بالضبط شحال غادي تستعملوا منهم في الطريقه. غادي ناخذ واحد المقلاة وغندير فيها البصله. غندير واحد 2 معالق كبار من زيت الزيتون اولا غير معلقه، وغادي ندير من هنايا من الزيت ديال الطون غندير 2 معالق. غادي نحرك هاد البصله وغادي نخليها حتى تدبل وتشحر جيدا. عاد غادي نضيف لها صدر الدجاج، وغادي نضيف لها بودره ديال الثوم على الاقل واحد ربع ملعقه صغيره، ملعقه صغيره من التوابل ديال الحوت. وغادي نحتاج ديال السمك، غنحتاج ربع ملعقه صغيره من الملح، ربع ملعقه صغيره من السكينجبير، ربع ملعقه صغيره من الابزار، وكذلك واحد 2 معالق صغار اي ملعقه كبيره ديال البابريكا اي الفلفل الاحمر. وغادي نحتاج كذلك هنايا غادي نشحرهم جيدا بهذا الشكل هذا. وراه درت حتى الخرقوم ربع ملعقه صغيره. المهم هنايا غنشحرهم حتى تيطيب معايا داك صدر الدجاج بهذا الشكل هذا. عاد غادي نضيف هنايا الشامبينيو وغنضيف الطون. غادي نضيف كذلك التوابل ديال البسطيله، وغنضيف الصلصه ديال الطماطم. غادي نضيف هنايا الزيتون المقطع اللي ما تصورش في المقادير، وغادي نضيف هنايا الفيرميسيل اللي صفيت بهذا الشكل هذا. وغادي نخلط هاد المكونات جيدا. هاد الحشوه اللي كتجي رائعه. عاد غنضيف في الاخير الزعتر وغنضيف القزبر، وغادي نخلط بهذا الشكل هذا. راه بسرعه كتوجد هاد الحشوه هذه. عاد باش غادي نضيف واحد الكميه ديال الفرماج من ديك 100 غرام ديال الموتزاريلا و100 غرام ديال الفرماج الاحمر. غنضيف منهم غير ربع الكميه. شوفوا معايا التعليكه في الحشوه كيفاش كتكون، كتجي حشوه تحلفي عليها انك دايره الحوت الابيض، واحد الرائحه طالعه منها يا سلام. غنديرها في واحد الطبسيل ونخليها كتبرد، وندوزو للعجينه اللي غادي نحتاج فيها هنايا 750 غرام ديال الدقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو. انا ما فاش كنطحنو ما كنحيدش منه حتى ديك النخاله الغليظه، ولكن في هاد العجينه هذه غادي نحيد ديك النخاله الغليظه. غنحتاج الماء وغادي نحتاج الملح، غنحتاج زيت الزيتون، غادي نحتاج الملعقه ديال الخل، غنحتاج واحد الخميره البلديه اللي كنصايبها هي بدقيق القمح
الكامل. كلنا دابا عندنا الخميره البلديه في المنزل ديالنا اللي كتكون بهذا الشكل هذا. غنحتاج منها واحد الملعقه كبيره ممتلئه، وغادي نحتاج هنايا واحد الملعقه كبيره ديال العسل. انا استعملت العسل الحر، تقدروا تعوضوه بالعسل العادي او لا ملعقه ديال سكر سنيده. المهم هنايا بسم الله الماء غنعطيكم بالضبط في العجينه شحال غادي نحتاج. بسم الله على بركه الله ندوزو للطريقه. غادي ناخذ هذا الدقيق هذا 750 غرام ما يعادل 7 الكؤوس ونصف. غادي يبقى لينا غير 7 الكيسان بالضبط فاش غنحيدو ديك النخاله الغليظه بهذا الشكل هذا. ولا عندكم ما فيش النخاله الغليظه فغديروا 7 الكؤوس بالضبط ديال الدقيق. من بعد ما غربلتو بهذا الشكل وخليت فيه ديك النخاله الرقيقه، غندير واحد شويه ديال الملح ما نكثرش، وغادي ندير ملعقه كبيره ممتلئه من الخميره الخميره البلديه، وغادي نحتاج واحد الملعقه ديال العسل، وغادي نحتاج واحد 2 معالق من زيت الزيتون، غادي نحتاج ملعقه من الخل، وغادي نعبر معكم الماء. الكاس الاول ديال الماء كنضيفو كله، والكاس الثاني كنضيفو دفعات. راه ما كتحتاج معنا لا لدلك لا والو، فقط كنبقى كنضيف الماء دفعات بهذا الشكل هذا. غادي نضيف الكاس الثاني تدريجيا والكاس الثالث كذلك. غادي نعبر معكم الكاس الثالث غنضيفو حتى هو تدريجيا حتى غادي ندخلو كله. عاد غادي نضيف نصف كاس بقياس كاس العنبه ما يعادل 3 الكؤوس ونصف ديال الماء اللي غنحتاج بالضبط بهذا الشكل هذا. هنا باقي خاصني الماء فغادي نضيف الكاس الرابع، ولكن غنحتاج منه غير نصف كاس فقط. راه ما كندلك ما والو، فقط غير كنجمع غير بيد وحده، كنجمع دوك المكونات بهذا الشكل هكا. العجينه ديالنا كتكون رطبه ولكن ما كتلتصقش بزاف في اليدين، وكتكون مجموعه بهذا الشكل هذا. انتما كما كتشوفوا معايا هذا هو القوام ديال العجين ديالي، كيكون بحال هكا. بالنسبه للقياس ديال الماء راه شاط معايا نص كاس كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نضيف واحد شويه ديال زيت العود زيت الزيتون، وغادي ندهن به العجينه ديالي، وغنديرها في واحد البلاستيكه وغنخليها ترتاح فقط غير واحد 10 ديال الدقائق بالضبط ما نفوتهاش. صافي هنايا كنحيدها من البلاستيكه كتكون ارتاحت باستعانه ديال الزيت. غادي ندير كويرات بهذا الحجم هذا، ومباشره غناخذ واحد نصف كاس ديال الزيت، غنضيف معاه واحد 2 معالق ديال النشا اي مايزينا. هنا راه ما استعملناش كاع نهائيا دقيق الفورص، يعني غير مايزينا. صافي مباشره كنبدا كناخذ شويه ديال الدقيق كنرش به سطح العمل. كناخذ الكويره الاولى كندهن داك الخليط ديال الزيت والنشا، وكندير الحشوه شويه ديال الفرماج حمر شويه الفرماج موتزاريلا. كنجمع الاطراف بهذا الشكل هذا، الجوانب ديال العجينه على الكره ديالي، وغناخذ الكره الثانيه وغادي نطلقها حتى هي بهذا الشكل هذا. بنفس الطريقه كنرش شويه ديال الدقيق وكنطلق الكره ديالي بكل سهوله، كندهنها بداك الخليط وكندير الكره اللي لفينا على العجينه في الاول اللي فيها الحشوه، كنلف عليها بهذا الشكل هذا وكنجمعها صافي، وكنبسطها واحد شويه وكنديرها في اللاطه اللي كتكون مفرش لها ورق الطبخ اولا مدهونه بالزيت. حتى غنعاود معكم واحد الكره واحده اخرى. غادي نرش سطح العمل بالدقيق، غادي نبسط الكره كندهنها وكندير الحشوه في الوسط، كندير شويه ديال الفرماج محمر وشويه الفرماج موتزاريلا. كنجمع الجوانب بهذا الشكل هذا وغادي نقلبها بحال هكا. ناخذ الكره الثانيه وغادي نبسطها بهذا الشكل، غندير شويه ديال داك الخليط وغادي ندير الكره اللي فيها الحشوه صافي، وكنجمع عليها الاطراف بهذا الشكل هذا بكل سهوله، وكنقلبها وكنبسطها في اللاطه بهذا الشكل هذا صافي حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي بهذه الطريقه هذه. وعاد غادي ندوزو نوري لكم شنو غنديروا. هنايا غناخذ هذاك الخليط اللي كيشط ليا، غنضيف ليه في صفر ديال البيضه، وغنضيف ليه واحد شويه ديال الخل وشويه ديال التحميره. هنا الخل راه ما تصورش معايا، راه ضفت واحد القطرات من الخل في الاخير صافي، وكنبقى كنخلط حتى غيبدا يتجمع معايا وغنصفيه بالمصفات.
هنا راه صفيتو كيف ما كتشوفوا معايا صافي، وكندهن به دوك الكرات ديالي اللي مصايبين البسطيلات ديالنا بهذا الشكل هذا، باش كتعطينا واحد القرمشه رائعه. صافي وهنايا كنزين بزنجلان، وغادي نزين كذلك بالبافو، وغنعاود ندهن معكم وحده اخرى وغادي نزينها بالبافو وزنجلان بهذا الشكل هذا. والتزيين كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تزينوا بشكل اما زنجلان اولا بافو اولا تخليهم غير هكاك من بعد ما تدهنوهم. صافي غنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنكمل وكنحصل عليهم بهذه الطريقه هذه. كندخلهم الفران اللي كيكون سخون لاعلى درجه، كندير لهم عافيه مهيله حتى يتحمروا من الاسفل وكيتنفخوا معايا شويه، وعاد كنهبطهم يتحمروا من الاعلى. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيلات ديالنا. صراحه كيجيو رائعين، كيجيو مقرمشين ومورقين من الداخل، كيجيو لذاذين ما تشبعوش منهم، بحشوة خطيرة في المذاق. كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا الخبر لانهم كيستحقوا التجربة. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيوه مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. هانتوما هنا فاش كنا كنفطروا وريت لكم كيفاش كيجيو كاع معجنين، كيجيو مورقين. الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.